السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أمل من قناة طبختك مع أمل. اليوم حعمل معكم سلطة لسان العصفور. سلطة لذيذة جدا ومغذية ومختلفة عن السلطات اللي دائما نسويها. قبل ما أبدأ خليني أذكركم لا تنسوا الاشتراك في قناتي، لا تنسوا اللايكات، لا تنسوا تدعموني، وخلينا نشوف المكونات مع بعض. أول حاجة عشان بس أختصر الوقت، هنا عندي فلفل أحمر من الكبير، فلفل رومي أحمر حبتين قطعتها بهذا الشكل ورشيتها بزيت الزيتون وهحطها في القلاية الهوائية تنشوي. بعد كده عندنا علبة ذرة كبيرة، عندنا شبت وبقدونس، عندي هنا بصل أخضر، البقدونس تقريبا نصف حزمة والشبت نصف حزمة، عندي البصل هنا تقريبا 4 حبات بصل، عندي هنا مخلل خيار حامض، عندي هنا لسان العصفور هاخد كوب، وعندي زبدة ملعقتين عشان اقلي لسان العصفور، حط لها شوية زيت عشان لا تنحرق الزبدة. وبالنسبة للتتبيلة حقة السلطة عندي هنا ليمون، نص ليمونة، بما انه انا عندي المخلل مرة حامض هذا فانا حاحط نص ليمونة، وعندي ملح، وعندي دبس رمان، وعندي زيت زيتون للتتبيلة حقت السلطة. وطبعا عندي هنا سلق لسان العصفور، بديل الماجي او حبة ماجي زي ما تحبوا، او ملح، بس الماجي يعطيها طعم لذيذ. يلا خلينا نشوف الطريقة مع بعض. اول حاجة زي ما قلت لكم، الحين حطيت الفلفل قطعته بهذا الشكل ورشيته بالزيت الزيتون، ححطه بالقلاية الهوائية لما يتشوي. زي ما انتم شايفين هنا حطيت ملعقتين الزبدة وحطيت شوية زيت زيتون معاها، حنتظرها بس تسيح وححط لسان العصفور كوب. نبدأ نقلي لسان العصفور لما يبدأ يصير لونها أحمر. زي ما انتم شايفين هنا بدأت تتحمر، لسه كمان حستنى ومعها أكتر شوية. الحين هنا بعد ما نشوى الفلفل الحين حبدأ أقطعه. هنا يا بنات بعد ما تحمرت خلاص عندي لسان العصفور، الحين حبدأ أحط لها الموية المغلية نفس طريقة الرز، نفس طريقة ما أطبخ الرز. وحبدأ أضيف لها الماجي أو بديل الماجي، والملح طبعا. وأول ما تبدأ تغلي هغطي عليها واتركها لما تستوي نفس طريقة الرز. الحين هنا حطيت الخيار المخلل، طبعا أنا حطيت كمية قليلة لأنه عندي الخيار هذا مرة الخل يعني خله زيادة، فأنا حطيت كمية قليلة. هحط البصل وحضيف البقدونس والشبت، وحنضيف علبة الذرة. زي ما قلت لكم هنا نفرم الفلفل بعد ما برد، وهنا بعد ما قطعت الفلفل الأحمر خلاص الحين انتظر بس لسان العصفور، انتظرها بس تستوي وحتركها تبرد تماما، وبعد كده حنخلطها مع السلطة ونضيف لها الصوص. شوفوا يا بنات هنا خلاص استوت. طبعا اذا حسيتوا انها ما استوت زيدوا لها مويه، انا زدت لها مويه شويه كمان. الحين كده خلاص وغطيتها، طبعا الحين كده استوت نفس الرز بالضبط. خلاص الحين حطيت النار وحتركها لما تبرد تماما. هنا يا بنات نقلتها السلطه في زبديه اكبر. الحين بعد ما بردت لسان العصفور برد تماما، الحين هحطه عليها. هنا حطيت عليها لسان العصفور، الحين حبدأ احط عليها الحين زيت الزيتون، وحبدأ احط لها دبس الرمان، والليمونة طبعا هعصرها، نص الليمونة هعصرها واحطها عليها. وهنا بعد ما ضفنا لها الملح وقلبتها كويس، ملح وزيت الزيتون ودبس الرمان وعصير الليمون. الحين هنا يا بنات جهزت صحن التقديم، حبدأ احط السلطة فيه. وهنا يا بنات بعد ما غرفتها، من السلطات اللذيذة جدا جدا، اتمنى انكم تجربوها. وبكذا تكون خلصت السلطة حقتنا. لا تنسوا الاشتراك في قناتي، ولا تنسوا تدعموني، ولا تنسوا تنشروا قناتي، ويعطيكم ألف عافية.